لا، اكشن في حماس، في باور بيطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن فيلم سبايدر مان الجديد، وهو فيلم من اجمد الافلام اللي منتظرة، خصوصا بعد نهاية نو واي هوم. كان معمول فيلم رهيب ومفاجآت كتير وصريخ في السينما وتسقيف، وقد ايه الفيلم كان عظيم. وانا كنت عارف ومتأكد اللي مش هيجي فيلم زيه في سلسلة سبايدر مان. احنا دلوقتي في جزء جديد وكل الناس نسيت بيتر باركر، حتى اصحابه المقربون ام جي ونيد، وبيتر بدأ حياته وهم كملوا حياته. وده كان افضل تمهيد يعني لبداية الفيلم الجديد، ان الحياة هتبقى سولو، الون، عايش لوحده وملوش اصحاب ووحدة وحاجة مرار. يعني هنيجي الاول انطباع انت هتشوفه للفيلم. انا بالنسبة لي افلام مارفل انا بتفرج عليها، انا عاشق السوبر هيرو يا جماعة. لو هنيجي الاول انطباع انت هتاخده عن الفيلم يعني سبايدر مان لو عملوا اي فيلم هينجح، لكن هل هتستمتع انت بيه ولا لا؟ فدي بتبقى نسبة ما بين الناس، وده رأيي الشخصي في الفيلم. هو أول حاجة أنت هتيجي أول 20 دقيقة من الفيلم أنت هتبقى مبسوط جدا بالأحداث السريعة اللي تلاقي فيه سبايدر مان بيعمل وبيعمل وبيعمل، بعد كده إيه عمالة تاخدك وبتجري. لكن برضه احنا ما طلعناش الفضاء وما رحناش الكواكب المجاورة ولا رحنا عوالم مزاوية، احنا كلنا على الارض. بس هو كبداية اول 20 دقيقة من الفيلم بتخطفك كده المتعة بصرية حركية شقلبية. وسبايدر مان يعني معروف سلاسة وحركة، صراحة بنبهر دايما بالجرافيك بتاعه. وخليني اقولها من دلوقتي، الفيلم بصريا مرعب. الفيلم حرفيا تحس انك يعني داخل جوه لعبة بلاي ستيشن بس بقى واقعي جدا. الحقيقة انا شايف ان الجرافيك هنا في الجزء ده يتفوق عن الثلاث اجزاء اللي فاتوا، والاكشن فيه مصروف بشكل رهيب، كل دقيقة تحس باكشن، والاكشن في الفيلم ده محسوب بشكل خطير. يعني حتى الخيوط محسوبة، وفي مفاجآت كتير في الفيلم يعني تخلينا تستنى ايه اللي بيحصل. لكن بعد نص ساعة من الفيلم تلاقي الأحداث بدأت تبطأ، بدأت تمل. بدأنا نروح لإم جي، بدأنا نروح نشوف ايه اللي بيحصل هنا، بدأنا نفكره بأصحابه وذكرياته. طب سحلتني معاك انت في ام جي وصاحبه نيو، طب اعمل له صحاب جديدة، هم صاحبه صحاب جديدة، اعمل له صحاب جديدة بقى. طب هو عايز يرجع لاصحابه متأثر وحتى الهرمونات الخيوط بتاعته، يعني هرمونات الخيوط بتاعته اتأثرت. طب يا جماعة، طب ما نشوف له حل يا جماعة. انا جاي احل له مشكلة ام جي، ما انا مش جاي احل مشكلة ام جي في الفيلم. كل لما تيجي ام جي تلاقيها على الشاشة والله بحس بملل. انا يعني في ملل في المشاهد، في ملل في المشاهد بتاعتها بشكل رهيب. شخصية بيتر باركر معمولة بشكل حلو جدا، أداء توم هولاند رهيب. ده يفضل يعني أداء أفضل شخصية قدمه بالنسبة للشخصيات اللي هو عملها، فهي شخصية بيتر باركر. حس في مشاعره انه مكسور وحيد، بيحاول يبدأ حياته من جديد، وبيحاول يتعامل مع فكرة ان الناس اللي كانت مستعد يضحي بحياته عشانهم هو ما يعرفوش هو مين. والفيلم بيركز على الصراع النفسي ده، وده كان من اكتر الجوانب اللي الناس خدت بالها منها. وانا بقول مش شخصية ام جي سيئة او كده، هي ليها شخصية حلوة، لكن انا حاسس ان هي مكتوبة غلط، مظلومة في الكتابة. وطبعا نيد ليه دور كده حلو، لايت كوميدي محطوط. من اكتر الحاجات اللي عجبتني اللي هو رجوع برنس بانر اللي هو هالك. كان نفسي ياخد وقت في الفيلم اكتر من كده. بجد الهالك مظلوم من مارفل بشكل غريب. مش فاهم عملوا ليه هالك وومن ودخلوا في قصة غريبة. فهالك، لا هالك يا جماعة يعني مفروض ده نهتم بيه اكتر، بحيث يعني نعمل افلام، نعمل مسلسلات ليه يا عم. الراجل ده يعني جامد في الفيلم، وجوده عمل طاقة رهيبة. برضه وجوده كان ليه تأثير في الأحداث، وجوده كان ليه لا أكشن في حماس، في باور بيطلع. شخصية فرانك عامل دور رهيب، كل مرة يظهر فيها تحس ان نبرة الفيلم اتغيرت، تحس ان الاحداث حلوت، تحس ان في حاجة حلوة جاية.
كل ما تشوفه تلاقي الوضع حرفيا شخصية عندها كاريزما وقبول، وعامل جو رهيب، كوميدي واكشن، كل حاجة. انا لسه ما اتفرجتش على بانشر اللي هو المسلسل بتاع فرانك، لكن هرجع اتفرج عليه. وانا عارف يعني خدت لقطات منه كده، فداخل مستوعب الشخصية عاملة ازاي. بس بجد هو تغير حاجات في الفيلم ده، نقل الفيلم نقلة حلوة، اداله مساعدة لتوم، أو مساعدة لسبايدر مان، اداله مساعدة حلوة في التقديم، وكل ظهور ليه كان حرفيا بيخلي الشاشة، كان وجوده ممتع يعني ما ضايقنيش. تعال بقى نتكلم على المؤثرات البصرية والسي جي اي. حرفيا الفيلم ده متعة 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 بصرية عمرك ما هتشوف زيها في اي فيلم تاني. هو مارفل كده معوداني افتح الفيلم بتاعها او ادخل الفيلم بتاعها السينما الاقي المتعة المستحيلة الاقيها في فيلم تاني، مهما كان مين اللي عامل الفيلم. هو مارفل. انت لو قريت ال الاسماء اللي بعد اللي في النهاية، حرفيا في بتاع 5-8 استوديوهات ولا 10 استوديوهات شغالة في الفيلم، كتير كتير، بس مطلعين كواليتي وسي جي اي رهيب. ومهما كان اختلافي في القصة، فالقصة بتعتبر بالنسبة لي هي النقطة الضعيفة، لأن الأحداث كانت كويسة أول 20 دقيقة. بعد كده بدأنا نمل، بعد كده نرفع شوية ونمل، كله بسبب القصة. يعني ما فيهاش الجزء اللي يشدك كده، اللي يخليك متحمس. بس هو فيلم ممتع، ما اكدبش، هو فيلم ممتع. انت فعلا هتستمتع بالفيلم، لكن مش هتبقى زي فيلم سبايدر مان نو واي هوم. انا شايف من رأيي الشخصي اللي هو مستحيل يجي زيه في مارفل كلها. الموسيقى التصويرية كانت عاملة اجواء رهيبة، والساوند افكتس حرفيا الفيلم متكامل في الجرافيك والسينما والموسيقى. لكن ينقصوا قصة بس. حط لي قصة قوية زي ما نو واي هوم. انا كان سقف طموحاتي عالي، كان نفسي اشوف حاجة اعلى من نو واي هوم، نفسي اشوف حاجة اعلى من نو واي هوم، ما لقيتش. بس استمتعت يعني، انا ما اكدبش، استمتعت. الفيلم كويس، بس مش زي نو واي هوم. انا كان طموحاتي انت تعلي عن نو واي هوم، تخليني ادخل اتفاجئ بمفاجأة جديدة. في مفاجآت جديدة بس مش قوية. برضو فيلم ساندر بوليتس كان حسه مشابه. في رأيي الفيلم أضعف من نو واي هوم، وأنا كانت طموحاتي عالية، مستوى التوقعات كان عالي، وده اللي خلى إحساسي دلوقتي للفيلم إنك أنت سقف طموحاتك كان عالي أوي، فأنت شفت حاجة أقل شوية. بس هو الفيلم ممتاز. هل أنصحك تتفرج عليه؟ طبعا لازم تتفرج عليه، لازم. وانت من عشاق سبايدر مان وبتحب الاكشن والسي جي اي والحركات دي كلها، لكن لو مستني مفاجآت زي نو واي هوم، لا، انصحك تقلل سقف طموحاتك شويه. تقييم النهائي التمثيل 8.5/10، الاكشن 9/10، المؤثرات البصريه 10/10، الموسيقى 8/10، القصه 6/10. والتقييم النهائي بالنسبة لي أنا شخصيا، رأيي الشخصي 7.5/10 للفيلم ككل. وده كان رأيي بدون أي حرق، وانتظر نسخة تانية فيديو جديد موجود فيها الحرق وموجود فيها الكلام بالقصة بشكل أعمق وبتفاصيل أكتر. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسؤال، هل مارفل بدأت ترجع ولا دي بداية متوسطة؟ في تفاصيل محتاجين نتكلم عنها كتير. استنوا الفيديو الحرق. السلام عليكم.